السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنتكلم على introduction للداتا structures 2 او اللي هي non linear data structures. في البدايه تعالى نراجع مع بعض الكلاسيفيكيشن بتاعه الداتا structures. كان عندنا linear data structures وكمان في non linear data structures اللي هنتكلم عليها النهارده ان شاء الله. بنقول على الداتا structure ده linear لما تكون الداتا elements مترتبة ورا بعضها بشكل متسلسل أو linear list، زي مثلا الاري. الايتمز مترتبة في الاري ازاي؟ ورا بعضها من index 0 لحد index n-1، وهكذا في الستاك والكيو أو حتى اللينكد ليست. زي ما احنا عارفين في طريقتين علشان نمثل اللينير داتا ستراكشرز في الميموري. الأولى هي السيكوينشال organization باستخدام الاريز أو اللي هو الاري implementation يعني. التانية ان انا يكون عندي بوينتر او لينك علشان بس اربط الاليمنتس ببعضها، اللي هو ده بنسميه اللينكد ليست او اللينكد امبلمنتيشن. بالشكل ده بيكون عندنا بوينتر بيمسك الكرنت نود بالنود اللي بعدها وهكذا. فهنا بنوضح الريليشن شيب ما بين الايتمز باستخدام ايه؟ باستخدام لينك او بوينتر. ده اللي كان اتدرس في الكورس الاول بتاع الداتا ستراكشرز. طيب قبل ما نخش بقى على النون لينير داتا ستراكشرز، تعال ندي كده موتيفيشن للموضوع. الأولوية بالنسبة للكمبيوتر بروجرامر في اختيار الداتا ستراكشر المناسبة هي إنه الداتا تكون مترتبة بحيث عمليات زي الديليشن أو الانسيرشن أو السيرش تكون سريعة، وده الهدف. تمام. أو إن أنا مثلا عايز أوضح علاقة كومبلكس ما بين الاليمنتس، وده هنشوفه كمان شوية. طيب أنت شفت الأري بنخزن فيها البيانات إزاي؟ يعني لو أنا عندي أري كده، بنبدأ من زيرو. لو انا عندي الاري دي sorted مثلا 10 20 30 40 مثلا، لو انا عايز اعمل سيرش فبكل بساطة ممكن نخلي عملية السيرش هنا سريعة باستخدام الباينري سيرش الجوريثم. فهنعرف ان احنا نسيرش في لوج ان. اوكي. ولكن ماذا لو انا عايز اعمل مثلا insert insert لمثلا 15؟ ده معناه ال15 هتتحط هنا بدل ال20 علشان احافظ على الاري كونها sorted يعني. فبكده همسك ال40 احطها هنا، همسك ال30 هنا، وال20 كمان هنا. ده كله ليه؟ علشان احط ال15 هنا. فاصبح الانسيرت بتاخد تايم كبير، خصوصا لو انا عندي كمية ضخمة من البيانات large input size. طيب ماذا لو انا حبيت احذف ال15 تاني او حتى احذف ال20؟ يعني انا عملت مثلا delete لل20. ده معناه ايه؟ ان انا هروح لل30 احركها برضو عشان تيجي بدل ال20 وال40 هكذا. فهنا عمليات الانسيرشن والديليشن بتتطلب داتا موفمنت او ان انا احرك البيانات داخل الاستراكشر ده. ممكن نعمل سبيد اب للديليت والانسيرت اوبريشنز اننا نستخدم مثلا استراكشر زي اللينكد ليست بالشكل ده. مثلا نحط كمان نود. لو هناخد نفس الداتا 10 20 30 40 وعايز برضو اعمل انسيرت ل15، هنا الموضوع هيكون اسهل شوية. مش هعمل داتا موفمنت ولكن هحط ال15 هنا، وهخلي ال10 بتشاور على ال15 وال15 بتشاور على ال20، وبكده يكون ضفنا النود. لو انا عايز اعمل ديليت لنود معينة برضو الموضوع هيكون ايه؟ هيكون اسهل. لو انا عايز اعمل ديليت لل20 فانا هحذف ال20 كده، وهخلي النود اللي جاب لها ال15 بتشاور على ال30. طيب ولنفترض ان احنا عايزين نعمل سيرش في اللينكد ليست. برضو هنا في limitations ان انا لازم امشي من اول نود لحد اخر نود. ومن هنا بقى احنا اشتغلنا sequential search. السيكوينشال سيرش كويس فقط للسمول lists، بس لو انا عندي large input size
او عندي ليست ضخمه، ده معناه مش هينفع خالص ان انا استخدم السيكوينشال سيرش. من هنا بقى نبدا نفكر في طرق تانية لتنظيم البيانات، بحيث ان انا احسن من اداء الاوبريشنز بتاعه السيرش او الديليت او الانسيرت، او حتى عايز اعمل او اوضح الكومبلكس ريليشن شيب ما بين الايتمز، وهنشوف ده في النون لينير داتا ستراكشرز. لو انا عندي مثلا داتا بالشكل ده، زي مثلا كوكو وتيمون وبومبا وسكار، فدي مثلا اكونتس او حاجه على سوشيال ميديا نتورك ولا حاجه. فانا ازاي اعبر عن انه مثلا كوكو يعرف بومبا؟ فمن هنا ممكن نعمل لينك يوصل بين كوكو وبومبا، وهكذا ما بين بومبا وتيمون وبين تيمون وسكار. فمن هنا بدأنا نفكر ان انا ما اعملش تمثيل البيانات دي لينير، ممكن اعمله نون لينير، والشكل ده اسمه جراف. وهنا برضو ممكن ما بين عندنا هنا أسوان، الأقصر والقاهرة والكسندريا، فممكن نوضح برضو الريليشن شيب، ازاي ممكن اوصل من اسكندرية مثلا للأقصر، ممكن اخد الطريق ده ويكلفني مثلا 9 دولار وهكذا. فمن هنا نعرف نمثل الكومبلكس ريليشن شيب ما بين الايتمز وبعضها، ان انا افكر بطريقة نون لينير داتا ستراكشر. وبالمناسبة ده برضو اسمه جراف. ممكن كمان احسن من عمليات زي السيرش او الديليت وما الى ذلك باستخدام structures كتير، زي مثلا التري. يعني الشكل ده كده اسمه تري، ان انا عندي ده اسمه باينري تري. ان شاء الله ده هنتكلم عليه في الفيديو اللي جاي. الشكل ده برضو هو تري ولكن مش باينري، هو تري عادية، يعني تري كل نود فيها بتحتوي على 3 ايتمز. ان شاء الله هنتكلم على ده بالتفصيل المرة اللي جاية. وليها ابلكيشنز كتير، زي مثلا الابلكيشن ده، ان انا عندي هنا الكمبيوتر، الفايلز في الكمبيوتر بتكون كده، ان انا بخش على ماي كمبيوتر، ممكن اروح على السي درايف، هروح على البروجرامز، فانا كده وصلت للبروجرامز. لو عايز اروح على الاستديو فانا همشي في المسار ده، فاصبح عندي الموضوع ابسط. يعني بدل ما ادور في كل حاجه، لا انا عايز اروح للبروجرامز فهمشي في المسار ده. فهنا عمليات زي السيرش بتكون اسهل، وان انا امثل البيانات برضو بشكل هيراركيكال كده برضو بيكون اسهل. واحد يسأل، هو التري والجرافس كده هما واحد تقريبا؟ يعني من الاشكال اللي احنا رسمينها شبه الى حد ما واحد. هو في الاصل التري هي اصلا جراف، ولكن علشان ليها بروبرتيز خاصة بيها، فهي نقدر نقول عليها سبيشال تايب من الجراف، ليها مميزات وليها ابلكيشنز كتير خاصة بيها. فعشان كده بتتدرس في سيكشن منفصل عن الجرافس. ان شاء الله لما نتكلم على الجرافس هنبدأ نوضح ايه الفرق ما بين التريز والجرافس. تمام. في النهاية نقدر نقول ان النون لينير داتا ستراكشرز يعني بتساعدنا في التعبير عن الكومبلكس ريليشن شيب ما بين الداتا وبعضها، وكمان هتساعدنا اكتر في ان انا احسن من عمليات السيرش والديليت والانسيرت، على عكس طبعا النون لينير اللي هي كان فيها بعض الليميتيشنز في الموضوع ده. بس وان شاء الله المره اللي جايه هنتكلم على الباينري تري بشكل عام. واشوفكم المره الجايه. السلام عليكم.